لكن أنا مش ممكن أنسى طبعا مواقف كتير، لكن أبرز موقف كان إنه كان بدأنا نعمل حاجة في البيت ومش عارفين نكملها إزاي ولا ندفع للناس اللي كانوا بيشتغلوا إزاي. لكن أنا فاكرة كويس جدا إن إحنا رحنا الكنيسة وكان اجتماع يوم الأحد وقعدنا نصلي وقلنا يا رب الأمر بين إيديك وإنت اللي سمحت وإنت اللي هتكمل. وفاكرة كويس إن إحنا روحنا بعد كده عند حماتي، فوجئنا إنه هي بتدينا ظرف، حد هي ما تعرفوش جه اداها ظرف فيه 13,000 جنيه، واحنا ما نعرفش مين الشخص ده، لكن هو قال لها توصله لخطيبي يعني. فساعتها صدقت جدا جدا وقلت له انا مصدقه انك موجود، ومصدقه انك بتسمع، ومصدقه انه حتى اللي احنا الأنين اللي جوانا واللي شايلين همه واللي مش عارفين نعبر عنه ونقوله انت عارفه ومهتم بأصغر وأدق التفاصيل. واتجوزنا، وبعد ما اتجوزنا طبعا كان في رحلة وانا بجهز نفسي لوحدي وبتحرك لوحدي. كان الموضوع صعب جدا جدا، لكن كنت حاسة ان هو حاسس بيا وان هو اكيد سمح كده لسبب، اكيد هو عايز يعمل يكبرني، اكيد عايز يشكلني رغم اي معاناة ورغم اي مشاعر انا كان نفسي احسها في الوقت ده بس ما عرفتش. لكن كنت مصدقة انه اكيد الرب ليه خطة اعظم بكتير قوي من الفكر التقليدي اللي انا كنت عايزة اعيشه يعني.